اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة أميرة محمد، ويلا بينا نبدأ القصة. رايحة فين يا حبيبتي؟ الحضانة أجازة النهاردة. نعم، أنت بتكلمني أنا يا أستاذ أنت؟ أيوة بكلمك أنت، مش أنت رايحة الحضانة بتاعتك وجيت هنا بالغلط برضو؟ نانسي وشها جاب ألوان. أنا جاية هنا الجامعة، أنت يعني بتكسفني عشان قصيرة شوية يعني؟ روح منك لله يا شيخ، طب ليه كده يعني على الصبح؟ طب بس حسبي لحسن حد يدوس عليكي بقى كده. انت بتستغل يعني ان انا لسه في اولى ثانوي وتايهه وبتشتغلني؟ ماشي، سأطوى اليوم وستندمون. اقصد يعني هعرف كل حاجه وهتندموا في الاخر. غور بقى من وشي الله. ونانسي سابته ومشيت وهي متضايقه قوي. وبعدين بالصدفه قابلت مي صاحبتها. ايه ده مي، ايه اللي جابك هنا؟ انت اللي ايه اللي جابك هنا يا نانسي؟ انا كليتي دي، اوعي تقولي بقى انك دخلتي كليه علوم انت كمان. يا اختي التنسيق رماني عليها. المهم بقولك ايه، تعالي نمشي من هنا احسن، في دبان كتير قوي. ونانسي قالت الكلام ده وهي بتبص لمصطفى اللي كان لسه بيضحك عليها، وهو راح ناحيتهم تاني. انت جايبه اختك الصغيره معاكي ليه؟ مش المفروض كنت تسيبيها في البيت برضو؟ اختي صغيره؟ مين دي؟ انا ماليش اي اخوات صغيرين، ده انا اصغر واحده في اخواتي. ومصطفى اتفتح في الضحك تاني وشاور على نانسي. هي مش دي اختك الصغيره برضو؟ اصل بصراحه كده شكلكم جنب بعض عامل شبه الازازه والكوبايه بالظبط، مش قادر يخرب بيوتكم. دمك تقيل قوي على فكره، مش خفيف خالص. ايه ده؟ ايوه بالظبط كده زي ما نانسي قالت. نانسي؟ تصدقي برضو لاقي عليكي الاسم ده، شكلك كتكوته كده وصغيره. نانسي خبطت برجليها في الارض زي الاطفال. اوف بقى، ده انت شكلك غلس قوي بجد. هو انت ما بتسمعش عن حملات لا للتنمر ولا ايه؟ يلا بينا يا مي من قدامه بسرعه بدل ما اكعبله دلوقتي. بصراحه انا بقول كده برضو، امشوا احسن وامشوا قدامي بعيد شويه، ها، عشان انا خايفه اتكعبل فيكي وانا ماشي والله. مش قادر. ونانسي شدت ايد مي اللي كانت اطول منها بكتير ومشوا بعيد عنه. خلاص ما تضايقيش نفسك، ده واحد برد اصلا. والله برد قوي. يلا تعالي نروح نشوف جدول السكاشن والمحاضرات احسن من القرف ده. ونانسي ومي مشوا مع بعض وفضلوا تايهين في الكليه لحد ما لقوا معيده. انتوا تبع قسم ايه؟ احنا تبع قسم الفيزياء. طب يلا روحوا على معمل 2 عشان عندكم سكشن دلوقتي، انا المعيده بتاعتكم، هجيب حاجه بس من المكتب وجايه لكم. والمعيده مشيت وسابتهم. يا رب الواد الرخم ده ما يكونش معانا في السكشن بقى. اوف. وراحوا على هناك، واول ما دخلوا نانسي لفت بعيونها في المكان كله وما لقيتهوش واتنهدت براحه. ياه، الحمد لله ان هو مش هنا. يلا بقى الواحد ياخد راحته برضه. وراحت قعدت وفضلت تتعرف على اصحابها الجداد، لكنها اتفاجئت لما سمعت صوت مصطفى جاي من وراها. لا اله الا الله، انت تاني؟ لا ده احنا مش هنخلص بقى النهارده. اسمع بقى لما اقولك، انا ممكن اهزاك دلوقتي في وسط الفصل ده كله، قصدي يعني في وسط السكشن، ومش هيهمني اي حد. ما انا قلت رايحه حضانه ومحدش صدقني. فصل ايه بس، احنا في كليه سكر رخم قوي. ونانسي لسه هتكمل تهزيق لقيت المعيده داخله ورايحه ناحيتهم. ايه في ايه؟ صوتكم عالي كده ليه؟ ما يصحش خالص كده على فكره، انتوا شباب في جامعه مش في سوق هنا. قولي لها بالله عليك يا دكتور، احسن دي حاسه يعني ان احنا في فصل. اسكت انت خالص، وانتي يلا اقعدي مكانك واللمه دي تتفض، مش عايزه اشوف المنظر ده تاني. يا ميس ده هو اللي انا مش ميس، انا اسمي دكتوره، وقلت يلا مش عايزه كلام كتير. ونانسي اتكسفت قوي وراحت قعدت جنب البنات، ومصطفى كان بيبص لها نظرات شماته وهي خلاص شويه وتعيط، لحد ما واحد من السكشن همس له. انت ايه حكايتك يا عم انت مع البنت دي؟ كانك يعني متعمد تضايقها، في ايه بقى؟ قول لي السبب. مش عارف، بس بصراحه منظرها وهي متضايقه كده بيفرحني قوي. مش شايفها يعني قزعه قصيره ازاي؟ دي طول رجلي يا عم. يا عم عيب كده، ده اسمه تنمر علني وواضح وصريح كمان، وكده يبقى حرام عليك، غير انك بقى بتحرجها وسط اصحابها وزمايلها. ايه الكلام الكبير ده يا جدع؟ احنا بنهزر عادي يعني، خليك حبوب كده يا راجل وبطل قفش. لا مفيش حاجه اسمها خليك حبوب، دي بنت وحرام عليك لما تكسفها وسط اصحابها بالشكل ده. يو بقى انت مالك يعني، كبرت الموضوع كده ليه؟ طب اقول لك على حاجه، لو لقيت واحده اقصر منها اوعدك هسيب البت دي في حالها، لكن بصراحه كده انا بحب المشاكسه في البنات القصيرين قوي، سيبني بقى اخد فرصتي. الله. ووقتها وقفهم صوت المعيده. الاتنين اللي بيرغوا هناك دول يقوموا يقولوا لي دلوقتي انا كنت بقول ايه، وبالاخص بقى الولد الطويل ده اللي اول ما دخلت كان عامل مشكله مع زميلته برضه. بصراحه يعني مش عارف يا دكتور.
طيب اطلع بره. يا دكتور اسف، اخر مره. اسف واخر مره دي تقولها لاخوك لما كسر له اللعبه بتاعته وانت يا اللي جنبه هتقول انا كنت بقول ايه ولا تحصل صاحبك؟ كنت بتقولي ان العجله بتساوي السرعه على الزمن، صح يا دكتور ولا ايه؟ وكل واحده قياسها متر لكل ثانيه. وكمان بس خلاص انا كنت عارفه ان صاحبك ده هو اللي بيرغي معاك وانت مركز معايا. يا ابن اللعيبه، انت ازاي كنت مركز معاه ومعايا في نفس الوقت؟ انت اينشتاين ياض ولا ايه؟ ايه يا ابن اللعيبه والكلام البلدي اللي انت بتقوله في السكشن عندي ده؟ بره اول واخر سكشن تحضرهولي خالص، سامع؟ ومصطفى بص لها بغيظ وسابها وطلع بره. ونانسي طبعا هتموت من الفرحه وقالت لمي احسن عشان يبقى يحرم بقى يعمل فيا كده تاني الرخم الغلس ده. انت كمان بتتكلمي؟ طب بره. ايه يا ميس؟ قلتلك 100 مره انا مش اسمي ميس، انا اسمي دكتوره. يلا بره. ونانسي فعلا طلع بره السكشن ولقيته واقف فطسان من الضحك عليها. مش قادر، صوتها كان جايب اخر الكليه وهي بتكرشك. معلش يا قزع، تعيشي وتاخدي غيرها. انت فرحان فيا كده ليه؟ على فكره بقى انت كمان اتكرشت برضو، صح ولا ايه؟ يا ستي عادي، ده لسه اول يوم، ده احنا لسه بكره ياما نتكرش وناخد مناعه. لا، لو انت مناعتك بتيجي على الطرد والكلام ده فانا مش زيك، انا مناعتي بتيجي على المذاكره والدح وبس. دحيحه يعني وكده بقى، صح؟ امال جيت كليه علوم بالغش مثلا؟ اوعى كده من وشي، انا راجعه السكن، انت والمعيده دي قفلتوني اصلا، انا هرجع انام احسن. ونانسي فعلا رجعت على السكن وفضلت متضايقه قوي لحد ما باقي اصحابها رجعوا كمان السكن. ووقتها حكيت لهم على كل اللي حصل معاها. ايه ده مستفز قوي الواد ده، سيبيني بس عليه وانا اجي افتحهولك بكره والله ولا يهمني حاجه. يا اختي لا اسكتي، ده انا يا دوب عليت صوتي النهارده يعني شويه في البتاع اللي اسمه سكشن ده واتهزقت واتطردت. المره الجايه بقى هيعملوا فيا ايه؟ هيرفدوني بقى على كده ولا ايه؟ ايوه تصدقي عندك حق. طب خلاص لما تشوفيه تاني ولا تعبريه وخليه يعمل بقى اللي يعمله بدل ما تكرش فعلا. ايوه هو ده اللي هيحصل، يا ويله مني بقى. وتاني يوم نانسي راحت الجامعه وهي بتدعي انها ما تشوفش وش مصطفى خالص، لكنها يا دوب وصلت ولقت مي في وشها. ايه يا بنتي رحتي فين امبارح؟ انا ما شفتكيش خالص من بعد السكشن ده، احنا خدنا سكشن كمان. بصراحه كده نفسي اتسدد وقلت ارجع السكن بكرامتي احسن. وبس كده يا ستي. المهم قولي لي بقى اخدتوا ايه؟ ولا حاجه، كله مقدمات وخلاص. المهم قولي لي جبتي البلطو؟ بلطو ايه ده يا بنتي؟ مفيش دخول للسكاشن غير بالبلطو، بس احمدي ربنا بقى ان النهارده كله محاضرات ومفيش سكاشن خالص. طب خلاص المره الجايه نجيب لهم البلطو اللي هم عايزينه ده. المهم يلا دلوقتي خلينا نشوف عندنا محاضره فين. ونانسي ومي مشيوا مع بعض وما كانوش عارفين يلاقوا مكان المدرج خالص. اوف بقى انا تعبت من اللف ده. بقولك ايه، تعالي نروح الاوفيس اللي في الدور ده نجيب حاجه ناكلها. ايوه وانا كمان جوعت قوي بجد، يلا بينا. بس هو فين الاوفيس ده؟ وايه المصطلحات الغريبه دي؟ الاوفيس ده اللي هو هناك في الطرقه ده، بيبقى فيه بقى شيبسي وبسكوت واندومي وحاجات من دي يعني. طب يلا بينا بسرعه على هناك، انا جعانه قوي. ونانسي ومي فعلا راحوا على هناك، وبعد ما اشتروا اللي هم عايزينه هتاخدي حاجه تانية؟ ده انتي ما خدتيش غير باكو بسكوت بس. ما هو كده حلو قوي عليا، انا معدتي ضعيفه جدا وكمان يعني هخليها تعمل لي نسكافيه. يا بنتي ده احنا لسه قدامنا اليوم طويل، يلا بقى خلينا ناكل بذمه احسن. الله، ما قالتلك معدتها ضعيفه، هي يعني لازم تقولك كمان ان معدتها قصيره؟ اقصد يعني صغيره. انت تاني يا عم، ارحمني بقى يا عم. الله، بقول لك ايه، امشي بعيد عن صاحبتي احسن لك. اسمع بقى لما اقول لك، انا سكت لك امبارح بس عشان كنا في السكشن، لكن كله الا صاحبتي، سامع؟ يمي خاف يا عيد. هما بيطلعوا امتى دول؟ بيطلعوا بعد الفطار يا عينيا. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها في الاوفيس دي؟ والله اطلب لكم رئيس الدور يبهدلكم دلوقتي. اطلعوا بره، مفيش حاجه هتاخدوها من عندي، وانتوا هتجيبوا لي كلام بطريقتكم دي. وفعلا كلهم خرجوا بره، وكمان حسين معاهم اللي كان داخل اصلا مع مصطفى. انت ايه ياض انت؟ كل ما تشوف صاحبتي في حته تجر شكلها لحد ما نتكرش من مكان. ما تلم صاحبك ده يا عم. الله، بصراحه كده هو غلطان فعلا. ايه يا مصطفى، ما تخليك في حالك بقى يا عم شويه. الله، كلنا لسه داخلين الكليه وتايهين وعايزين نظبط كل حاجه من غير مشاكل ولا حوارات ولا وجع دماغ. يعني المشكله كلها بقت عندي انا دلوقتي؟ طيب ماشي، انا هسيبها في حالها قدامكم اهو، بس يا رب بقى هي اللي تسيبني في حالي. كمان انا اللي اسيبك في حالك؟ لا ده انت بس. اسكتي يا نانسي خلاص، سيبك منه. وانت يا كابتن ما تعرفش المدرج اللي فيه المحاضره دي فين؟ في قاعه 7 في الدور الرابع. ايه قاعه دي؟ هو مش اسمه مدرج برضو ولا انا بيتهيألي يعني؟ وبعدين احنا رايحين فرح عشان تقول قاعه يعني؟
يخرب بيت ام الجهله يا جدعان، يا بنتي قاعدي غير المدرج خالص. وبعدين اسكتي دوشتينا، يلا بينا يا حسين. ونانسي اتكسفت قوي وعينيها دمعت وسابتهم ومشيت. يخرب بيت المدب اللي انت فيه يا عم، قلت لك سيبها في حالها بقى. الله، اوعى كده من وشي لما اروح اشوفها. طب استني بس اجي معاكي. طيب ما اسمعش صوتك خالص، سامع؟ ومي مشيت وسابتهم. يا عم ما قلت لك خف على البت دي بقى شويه، في ايه؟ انا نفسي افهم انت ما تسمعش كلام ليه؟ وانا ايه عرفني يعني ان قلبها قلب خصايه كده؟ انا بتكلم عادي يعني. طب ما تهزقهاش تاني بقى يا مصطفى، عشان حرام عليك كده بجد. طب يا عم ما تزقش، خلينا نروح بقى المحاضره احسن. وفعلا راحوا هما الاتنين على المحاضره. ووقتها كانت نانسي قاعده هي ومي في القاعه، ومي بتطبطب عليها. طب خلاص ما تزعليش بقى، هو اللي غلطان والله، ده دبش اصلا وما عندوش دم خالص. ايوه ورخم كمان، اهو شرف اهو، شوفي داخل بقى ناشف ريشه ازاي ولا كانه عمل اي حاجه. معلش يا بنتي، هما كل الصبيان كده رخمين وتنحين قوي. ووقتها الدكتور دخل ونانسي همست اسكتي بقى احسن نطرد، مش ناقصين خالص. اما مصطفى ففضل يدور على نانسي بين كل الموجودين طول المحاضره، وحسين كان بيدور على مي عشان يعرف نانسي بقت كويسه ولا ايه. وبعد ما المحاضره خلصت وخرجوا كلهم بره، حسين شد مصطفى من ايده وراحوا ناحيه مي ونانسي. يلا يا مصطفى اعتذر لها بقى. انت عبيط يا عم انت ولا ايه؟ اعتذر لمين؟ اعتذر لزميلتنا واعتبرها زي اختك، مش انت برضو لو مزعل اختك هتعتذر لها؟ ومصطفى ملامحه اتغيرت، يا ريتها كانت موجوده وانا كنت عملت لها كل اللي هي عايزاه. هي اختك فين؟ ومصطفى قلب حزن. اختي متوفيه من 2 في حادثه عربيه. ونانسي اشفقت عليه قوي هي ومي. انا اسفه، ربنا يرحمها يا رب. طيب عن اذنكم دلوقتي. ومشي وسابهم. طب خلاص يا انسه نانسي، انا بعتذر لك بنيابه عنه. على العموم انا همشي دلوقتي عشان شكلي زعلته بكلامه من غير يعني ما اقصد. وحسين سابهم ومشي. زعلت عليه قوي بجد، يا ترى هو حاسس بايه دلوقتي؟ زمانه مفتقد اخته طبعا. يلا ربنا يرحمها بقى. صحيح كل واحد مهما كان جبروته بس برضه بيبقى جواه نقطه ضعف. اما حسين ففضل يدور على مصطفى وما شافوش تاني باقي اليوم ولا في المحاضرات ولا اي حاجه. وعدوا يومين ومصطفى مش بيروح الكليه خالص، لدرجه ان نانسي ومي وحسين افتقدوه. وتالت يوم كان عندهم سكشن والمعيده دخلت. دلوقتي كله يلبس البلطو وما شوفش حد من غيره، واللي نساه يطلع بره السكشن. ونانسي لبست البلطو بتاعها واللي كان واسع قوي عليها وطويل لانها ما كانتش لاقيه مقاسها خالص في المحل. واتفاجئت بصوت مصطفى. كل ما اقول انك قزعه تزعلي مني، بس بصراحه البلطو ده يبين انك قزعه قوي. ده شكله عامل شبه الجلابيه عليكي يا شيخ، عيب مش كده برضو؟ يوه، هو انت ايه يا عم؟ عامل زي القط ب7 ارواح. ايه هو حد كان قالك حاجه كده ولا كده عني ولا ايه؟ انا زي الفل اهو يا عسل. العسل في البطرمان يا خفيف. كر 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 كر. الله، ما احنا بقينا زي القطط وبنعرف نخربش ونتكلم حلو اهو. مسير الصغير يكبر يا عسل. طب بس المعيده رجعت تاني بعد ما كانت خرجت بره المعمل. اسكتي بقى احسن نتكرش. ومصطفى راح وقف جنب الشباب ونانسي وقفت جنب البنات وفضلوا يبصوا لبعض بنظرات تحدي لحد ما السكشن خلص. وبعد ما طلعوا بره حسين قال لمصطفى: ايه يا عم انت اختفيت فين الفتره دي كلها؟ مفيش والله، ابويا كان تعبان قوي فسبت السكن ورحت البلد يومين لحد ما اطمنت عليه واديني رجعت اهو. ونانسي ومي كانوا معديين من جنبهم وسمعوا الحوار. الف سلامه على والدك. الله يسلمك. وانت يا قزعه مش هتقولي الف سلامه ولا ايه؟ والله كنت هقول بس بعد قزعه دي خلاص سحبت الكلمه. يا عم ده انا كنت بحسبك زعلت مني. مين ده اللي يزعل؟ انا؟ لا، انا بزعل دقيقتين وخلاص وانسى. اصل انا ذاكرتي ذاكره سمكه. عقبال عندك، قلبك قلب خصايه وذاكرتك ذاكره سمكه. طب يلا بينا على السكشن اللي بعده احسن. انا ماشي يا نانسي، راجعي نفسك كده، ولو هتقولي الف سلامه قولي بسرعه ها. ولو انك رخم يعني وبترخم عليا، لكن ماشي الف سلامه. ومصطفى ابتسم بانتصار وسابهم ومشيوا. وعدى حوالي اسبوعين على مصطفى وهو بيحاول يرخم على نانسي، لحد ما في يوم كانت تعبانه قوي وده كان باين عليها في السكشن. مي، هي صاحبتك تعبانه ولا ايه؟ ايوه عندها دور برد تقيل شويه. طب يلا بينا على مستشفى الجامعه. لا مش هروح في حته. يلا وبلاش عناد يا نانسي وانجزي بقى. ومصطفى اخدهم هو وحسين وراحوا على هناك. وبعد ما الدكتور كشف عليها، هي عندها دور تقيل قوي ولازم ترتاح في السرير وبلاش مجهود ولا حركه لو سمحتي يا انسه. طب خلاص يا دكتور، انا هاخد بالي منها. المهم اكتب لها على الادويه والعلاج. والدكتور فعلا كتب لها على الادويه
ومصطفى وحسين نزلوا جابوا لها العلاج ورجعوا، ووقتها ودوها على السكن. انا هطلع اقعد معاها لحد ما تبقى كويسه. طب خليكم مع بعض، وانا وحسين هنحضر المحاضرات والسكاشن ونظبطهم ونبقى نديها لكم لما ترجعوا الكليه. شكرا قوي ليكم بجد. يلا بس اطلعوا عشان ما تتعبيش. وفعلا طلعوا. الحنيه المفاجاه دي يا كبير، اوعى يكون موضوع التنمر ده قلب معاك بحب ولا حاجه. ايه؟ انا احب؟ لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. يا راجل بقى عليا انا الكلام ده؟ والله. يلا بس يلا من هنا. ومصطفى وحسين مشيوا، ومي فضلت مع صاحبتها وما سابتهاش خالص لحد ما خفت من تعبها. وبعدها رجعوا الجامعه ولقوا حسين ومصطفى مجهزين لهم كل حاجه. شكرا قوي بجد، انا مش عارفه اقول لك ايه والله. ولا يهمك، المهم انت بقيتي احسن. ايوه الحمد لله كتير، مش عارفه من غيركم كنت عملت ايه والله. بيقولك مره واحده قصيره تعبت وجالها دور برد، لفت نفسها في البطانيه 5 مرات عشان كانت سعانه. تنترارن تنتن. يا ربي بقى، هو انت مش بتكمل حاجه كويسه للاخر ابدا؟ والله يا نانسي معاندتي ليكي بقت جزء من شخصيتي، اتمنى ما تزعليش منها تاني بقى يا قزعه، ماشي؟ على فكره انت اللي هيشفع لك عندي العلاج اللي جبتولي بس. لا ثواني بقى، ده انا اللي دافع ثمنه. حسين، ايه يا حسين عيب كده، احنا واحد يا جدع. امال. ونانسي ومي ما قدروش يمسكوا نفسهم من كتر الضحك. ودي كانت ايامهم في الجامعه، ومصطفى كل ما يشوف نانسي يقعد يهزر معاها، وهي ما كانتش بتقبل الهزار ده من حد غيره. ولما كان يشوف حد تاني بيتريق على أسرها كان بيتخانق معاه. وفضلوا مع بعض هما ال4 لحد ما خلصوا الجامعة خالص. وبعدين مصطفى اتقدم لنانسي، وحسين اتقدم لمي، وال4 اتجوزوا. ولحد هنا بتخلص حكايتنا. ولو عجبتكم ما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.